يعود للواجهة الترشيح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. عاد موضوع الترشيح المشترك للمملكة المغربية مع إسبانيا والبرتغال من أجل استضافة كأس العالم 2030 للواجهة في الصحافة الإسبانية. وقالت صحيفة الآيس الرياضية الشهيرة إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس جديا إلحاق المغرب بالملف الإيبيري لاحتضان مونديال 2030، وذلك بعد دخول الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في دوامة المشاكل وقضايا الفساد. تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو بقضية تبييض الأموال، حيث تم إيقافه مؤقتا حتى انتهاء فترة التحقيق، وبسبب الأضرار الهائلة التي تعرض لها البلاد جراء الحرب مع أوكرانيا. ويطمح الملف الإيبيري حسب صحيفة الآيس لفتح باب مفاوضات مع المغرب كخيار أول لتعويض أوكرانيا، باغية تعزيز حظوظهما أمام ترشيحات المنافسين، كون المغرب ينتمي إلى إفريقيا التي لم تنل شرف استضافة المونديال سوى مرة واحدة في جنوب إفريقيا 2010. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح نقاش حول دخول المغرب ضمن ملف مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، إذ سبق وأن طرحت الفكرة سابقا لكنها لم تحظى بأي تأييد لازم داخل أروقة البلدين الأوروبيين.